عمرك سألت نفسك ليه الشخص الغني بيزداد غنى والشخص الفقير بيزداد فقر؟ وليه أشخاص لما يحصل لها دروب وتقع في حياتها بتنزل من تحت لتحت وحالها بيسوء كل يوم عن اليوم اللي قبل منه؟ وممكن أشخاص تانية تمر بنفس الدروب ده ولكن بترجع وبتقف على رجلها وبتكون أقوى ما كانت قبل ما تقع. انت نفسك في حاجة معينة هتلاقيها مضايقاك او خانقاك عمالة تتكرر في حياتك، مش عارف ان انت تخلص منها، عمالة تتكرر، بل بالعكس كل يوم الضيق منها بيبقى اكتر من اليوم اللي قبل منه. لو انت عندك المشكلة دي ركز قوي عشان هقولك حلها وهقولك سببها. السبب هنا هو ان الطاقة اللي بتطلع منك هي ما بتمشيش في خط مستقيم، الطاقة بتاعتك بتلف في دايرة وبترجع لك مرة تانية، بس لما بترجع لك بترجع لك مضاعفة. عشان كده الشخص اللي هو الغني اللي عايش في وفرة لما بيطلع الطاقة بتاعته اللي هي الوفرة بتلف وبترجع له وفرة مضاعفة. والشخص اللي هو عايش في الترددات المنخفضة كمثال اللي هو خايف بيلف الخوف ده وبيرجع له مضاعف. عشان كده الشخص اللي هو بيكون حاسس بالخوف بيفضل الخوف يزيد معاه، لو معالجهوش بعد كده بيوصل لدرجة الهلع. فانت الحل عشان تخلص من اللي انت فيه ده او تكسر الدايره دي ازاي؟ ان انت تراقب تردداتك، راقب الداخل بتاعك. زي ما قلنا ان الداخل بتاعنا هو بيطلع للواقع بتاعنا وبيشكله، فالواقع كمان بيرجع لنا نفس الترددات اللي طلعت من الداخل بتاعنا بس مضاعفه. فالحل ان انا اراقب الداخل بتاعي، انا بحس بايه، ايه المشاعر اللي مسيطره عليا، ايه الترددات اللي انا بطلعها. نمرة 2، لما يحصل لك المواقف او الاشخاص اللي الواقع بيرد عليك بيها، ما انت لما تطلع مثلا تردد خوف هيجي الواقع يرد عليك ازاي؟ هيرد عليك في هيئة مواقف، في هيئة اشخاص تضايقك وتخوفك اكتر او مواقف تخوفك. في اللحظة دي ما تقولش ده ليه حصل، اسأل نفسك سؤال، ده بيلمس ايه جوايا؟ ده انعكاس لحاجة جواك، لتردد انت طلعته من جواك. لما تسأل نفسك ده بيلمس ايه جوايا هتوصل لجذر المشاعر دي فتعالجها وتحررها. فهنا بتكسر الدايرة. وانس ان انت كسرت الدايرة بتاعتك هتلاقي ان الحاجة اللي بتتكرر معاك وتعباك دي اتغيرت تماما في الواقع بتاعك.